اليوم غادي نشوفوا امتحان حقيقي من 20 سؤال مشابه للامتحان ديال بيرمي 2026. الا جبتوا قل من 3 ديال الاخطاء في هذا الامتحان حاولوا انكم تعاودوا تحفظوا مزيان. خليو لايك للفيديو باش يوصلكم فيديو ولا امتحان كل نهار، ونبداو الفيديو على بركة الله بالسؤال رقم 1. في حالة طقس ممطر مسافة الوقوف كتزاد عند وجود الإطار المطاطي بحالة جيدة؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. في حالة الإطار المطاطي بيتلف؟ نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. كاين اللي ما غيفهمش هذا السؤال، قال لك واش مسافة الوقوف كتأثر ملي كيكون الطقس والإطار المطاطي يعني البنوات باقيين مزيانين؟ نعم لا. ولا ملي كيكون الإطار المطاطي به تلف يعني البنوات مسوحين ولا فيهم شي مشكل؟ الجواب صحيح بالنسبة للسؤال. بالنسبة لمسافة الوقوف راه كتأثر بحال الطقس، يعني ملي كتكون الشتا ولا الثلج راه كتزاد المسافة ديال الوقوف، ولا كان مثلا الإطار المطاطي به تلف راه كتزاد كتر. يعني إلا كان في حالة مزيانة راه كتزاد، نعم كان في حالة سيئة راه كتزاد كتر وكتر. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و3. وندوزو للسؤال الموالي. كيتسبب الكحول في سوء تقدير السرعة والمسافات بالنسبة للسائق؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. بالنسبة ملي كيكون السائق في حالة غير طبيعية يعني كيكون شارب، راه ما كيكونش كيقدر المسافات بشكل جيد. يعني يقدر يبينوا ليه مثلا طوموبيلة راه بعيدة منه بجوج مترو، ولكن تقدر تبان ليه حداه ولا العكس. يعني ما كيكونش مركز بزاف. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1، نعم. وندوزو للسؤال الموالي رقم 3. في هذه الطريق الضيقة واللي فيها انعراجات يمكن لي نشعل في وقت واحد أضواء الطريق وأضواء الضباب الأمامية؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. الجواب صحيح بالنسبة لكان بحال هاد الأنفاق اللي كيكونوا مظلمين، راه من الأحسن يعني يمكن ليا نشعل أضواء ديال الطريق والأضواء ديال الضبابة. مادام أن ما كيسوق معايا حتى واحد في هاد الطريق، يعني ما نقدرش نعمي شي واحد في الطريق، راه نقدر نشعلهم. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1، نعم. وندوزو للسؤال الموالي. تسببت في حادثة، واش التأمين المدني كيعوض المركبة السائق؟ الغير الجواب رقم 3. بالنسبة إلا كنت أنا اللي تسببت في حادثة، بالنسبة للتأمين المدني راه غادي يعوض الغير. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. وندوزو للسؤال الموالي. علمن يمكن لي نوقف؟ الجواب رقم 1، نعم الجواب رقم 2، لا. يمكن لي نتوقف؟ نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. بالنسبة للجواب الصحيح إلا لاحظتو عندنا هاد الخط باللون الأصفر، يعني راه كيمنع عليا الوقوف وكيمنع عليا التوقف. يعني الأجوبة الصحاح هما 2 و4. وندوزو للسؤال الموالي. غادي نخرج من طريق الجواب رقم 1، طريق السريع الجواب رقم 2، طريق السيار الجواب رقم 3. الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال فين ما تبان لكم العلامة ديال طريق السيار ومضروب عليها باللون الأحمر، فراه هي نهاية طريق السيار. يعني غادي نخرج من طريق السيار. الجواب رقم 3 هو الصحيح. وندوزو للسؤال الموالي. استعمال حزام السلامة إجباري في التجمعات السكنية بالنسبة للسائق؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. بالنسبة للراكبين في الخلف فقط الجواب رقم 3. في الأمام والخلف الجواب رقم 4. بالنسبة ملي كنكونو خارج التجمعات السكنية فراه حزام السلامة ضروري وإجباري بالنسبة للسائق وبالنسبة للراكبين في الخلف وفي الأمام. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و4. وندوزو للسؤال الموالي. يمكن لي نتبع السيارة اللي كتجاوز؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. بالنسبة للطريق راه كدي وكتجيب. يعني إلا تبعت هاد السيارة نقدر نصادف شي سيارة جاية في الاتجاه المعاكس، يعني ما يمكنش أنني نتبع سيارة كتضوبل في الطريق اللي فيها السير في اتجاهين. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. وندوزو للسؤال رقم 9. السياقة بالليل بدون أضواء
خارج التجمع السكني كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، الجواب رقم واحد. من الدرجة الثانية الجواب رقم جوج. كتعرض للخصم 3 ديال النقاط، الجواب رقم 3. 4 ديال النقاط، الجواب رقم 4. بالنسبة للسياقة بالليل بدون أضواء خارج التجمع السكني راه مخالفة من الدرجة الأولى وفيها خصم ديال 3 ديال النقط. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد 3. ندوزو للسؤال رقم 10. الخطر المعلن عليه غادي نوجدو على بعد 50 متر، الجواب رقم واحد. على بعد 150 متر، الجواب رقم جوج. كيعلم على خطر مرور الحيوانات الأليفة، الجواب رقم 3. المتوحشة، الجواب رقم 4. بالنسبة للجواب الصحيح عندنا علامة ديال الخطر فيها بقرة. بالنسبة لخارج التجمع السكني العلامات راه كتحط يعني قبل 150 متر من الخطر، يعني علامات مسبقة، يعني قبل 150 متر، الجواب رقم جوج. وبما أن كاينة بقرة كيربيها الإنسان راه حيوان أليف، يعني كيعلم على خطر مرور الحيوانات الأليفة. جوج 3 هما الأجوبة الصحاح. ندوزو للسؤال الموالي. نقص من السرعة وندوز الجواب رقم واحد. نعطي الحق الأسبقية اللي جاي من اليمين، الجواب رقم جوج. بالنسبة للجواب صحيح، بالنسبة للملتقيات الطرق اللي ما كيكونش فيهم علامات راه مول اليمين كيدوز. عقلوا على هاد القاعدة مزيان، ما كانت حتى شي علامة وكان ملتقى طرق مول اليمين كيدوز. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال الموالي. عدم احترام ممر الراجلين كيعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، الجواب رقم واحد. الثالثة الجواب رقم جوج. كيعرض السائق لخصم النقاط، نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. بالنسبة لعدم احترام ممر الراجلين كيندرج ضمن المخالفات من الدرجة الثانية وما فيش خصم النقاط، يعني الجواب الصحيح هو 1 4. وندوزو للسؤال الموالي. هاد الطريق كتشبه لطريق السيار، الجواب رقم واحد. طريق السريع، الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج، طريق السريع. علاش؟ بالنسبة إلى لاحظتو عندنا هاد السواق البيضاء اللي الراس ديالها باللون الأحمر. هاد السوا البيضاء كنلقاوها في جوج طرق، الطرق العادية والطريق السريع. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال الموالي. يمكن لي نوقف في جنب الرصيف باش ناخد معلومة، نعم الجواب رقم واحد. لا الجواب رقم جوج. إلا لاحظتو عندنا هنايا ملتقى الطرق، طريق عامرة. إلا لاحظنا في المراية الطريق راه عامرة، ميمكنش ليا أنني نوقف وناخد معلومة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال الموالي. ضابط السرعة كيمكن من تقليص استهلاك الوقود، نعم الجواب رقم واحد. لا الجواب رقم جوج. بالنسبة للسؤال الصحيح، ضابط السرعة كيبقى غادي الموتور بواحد السرعة منتظمة. ملي كيكون غادي الموتور بسرعة منتظمة راه ما كيبقاش كيستهلك الوقود، كيما كيبقى غادي كيوقف وكيزيد في السرعة وكينقص منها. هنا كيكون استهلاك الوقود كتر. يعني ضابط السرعة راه كيمكن من التقليص من استهلاك الوقود. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد. ندوزو للسؤال الموالي. رصيد النقاط لرخصة السياقة كيكون 30 نقطة في الفترة الاختبارية. بعد الفترة الاختبارية، الجواب صحيح. بالنسبة لرصيد النقاط اللي كيكون عندك خلال الفترة الاختبارية للمدة ديال عامين هو 20 نقطة. بعد الفترة الاختبارية كتطلع رصيد النقاط 30 نقطة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال رقم 17. أنا سائق مبتدئ، السرعة ديالي محددة في 100 كيلومتر في الساعة، 90 كيلومتر في الساعة، 80 كيلومتر في الساعة، الجواب رقم 3. بالنسبة إلا كنت يلاه خديت البيرمي، يعني في طيلة الفترة الاختبارية كما قلنا للمدة ديال عامين، السرعة ديالي كتكون محددة في 90 كيلومتر في الساعة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. وندوزو للسؤال رقم 18. أنا في المسلك المناسب باش نتجاوز هاد العربة، نعم الجواب رقم واحد. لا الجواب رقم جوج. نزيد في السرعة باش نتجاوز هاد العربة، نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4.
إلا لاحظتوا عندنا خط متصل هنا، خط متصل هنا يعني طريق ذات اتجاه واحد. عندنا خطوط متقطعة مسموح التجاوز، ولكن أنا ماشي في المسلك المناسب ديال التجاوز. علاش؟ أنا في المسلك السير العادي، مسلك التجاوز هو هذا، يعني أنا ماشي في المسلك المناسب، إذا ما خاصنيش نزيد السرعة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج وربعة. ندوزو للسؤال الموالي. أنا في الوضع المناسب باش نمشي لطريق السيار، الجواب رقم واحد. وسط القنيطرة الجواب رقم جوج. مهدية الجواب رقم ثلاثة. إلا لاحظتو أنا غادي في اليمين ديالي، بالنسبة إلا بقيت غادي في اليمين نقدر ندور لطريق السيار طنجة الرباط، نقدر نكمل السير لوسط قنيطرة، ولكن إلا بغيت ندور للمهدية خاصني ناخد المسار الثاني، المسار رقم جوج. يعني إلا كنت غادي في هذا المسار ديال اليمين نقدر نمشي لطريق السيار وسط قنيطرة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد وجوج. وندوزو للسؤال رقم 20. الثلج كينزل، عندي الحق نشعل أضواء الوضع بحدهم، الجواب رقم واحد. أضواء التقابل الجواب رقم جوج. أضواء ديال الضبابة الجواب رقم ثلاثة. أضواء الطريق الجواب رقم أربعة. الجواب الصحيح بالنسبة ملي كيكون الثلج كينزل ضروري أننا نشعلو الضوا ولا غادي نشوفو بيهم ونتشافو من خلالهم. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج وثلاثة. أضواء الوضع بحدهم راه مكافينش، خاصنا نشعلو أضواء التقابل، أضواء ديال الضبابة. وبالنسبة للأضواء ديال الطريق راه ميمكنش نشعلوهم، غادي نعميو الناس اللي كيسوقو معانا. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج وثلاثة. غادي نخليو الأسئلة الأخرين حتى الجزء الثاني. قولوا لي في لي كومونتير واش تبغيو السلسلة من 40 سؤال، ولا نخليو لكل جزء نخليو ليه 20 سؤال. يعني ما عرفتش واش الفيديو كيجيكم طويل، الفيديو من 20 دقيقة، ولا تبغيو فيديو غير 10 دقائق 12 دقيقة. خليوه لي في لي كومونتير. خليو لايك الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ديال الناس، واشتركوا في القناة. ونتلاقاو في امتحان جديد إن شاء الله، والله يعاونكم.